في الوقت الحالي كاين بزاف كيعانيو من هذه المشكله اللي هي ضعف الشخصيه، حيت في الاعوام الاخيره بنادم ولا خاوي وكيقدس الاشياء السطحيه بزاف لدرجه انه ولا الاغلبيه ديال الناس شخصيتهم ضعيفه. ومادام انت دخلتي لهذا الفيديو فهادشي كيعني انك باغي تكون مختلف، وكيبقى السؤال المطروح هنا هو كيفاش تقوي الشخصيه ديالك. في هذا الفيديو غنعطيك جواب على هذا السؤال عن طريق خطوات كيساعدوك باش تقوي الشخصيه ديالك. هادشي علاش تفرج فيه حتى الاخر باش تخرج باكبر استفاده ممكنه. نبداو الفيديو. اول حاجه خاصك تديرها باش تقوي الشخصيه ديالك هي خلي راسك لغز. ما تكونش بحال واحد الكتاب مفتوح اللي يجي كيقرا شنو في وسط منه واشنو الغايه ديالو. كون بحال شي سر حتى واحد ما كيعرفو. خلي الاسرار ديالك تبقى ديالك حتى واحد ما يعرف عليها شي حاجه. الاهداف والاحلام والطريقه اللي كتفكر بها واي حاجه كتخصك خليها ديالك بوحدك، حيت اذا كنتي كتعاود كل شيء وبزاف ديال الناس اللي ما عندهم حتى اهميه في حياتك وكيعرفوك شكون انت بالضبط، فراه هادشي كيخليك فاشل. حيت انت ملي كتشوف كل شيء تابعك وعارفك لين باغي توصل، واخا هكاك باقي في بلاصتك وما وصلتي لحتى بلاصه، فراه كتولي كتشك في راسك اصلا واش قادر تدير شي حاجه. وهكذا كتبقى ديما واحد الشخص اللي خواف من الناس وما كيزعم يدير والو، واللي مجرب عارفني مزيان علاش كندوي. هادشي علاش اول حاجه خصك تديرها اذا كنتي باغي تقوي شخصيتك هي ما تبقاش تهضر في الامور الشخصيه ديالك، وتخليها بصح امور شخصيه وماشي امور عامه. ثاني حاجه ما تبقاش تعتذر بزاف. انا متاكد بلي غيكون حساب ليك بلي كنقول لك ما تعتذرش واخا تكون غلط، لا ماشي هو هذا قصدي. في مره ملي تكون غلط اعتذر، والاعتذار عند الخطا ماشي من الرجال. ولكن اللي كنقصد لك انا دابا هو ماشي وقت ما حسيتي بلي خصك تعتذر غتعتذر، ماشي في اي وقت يفافيك فيه شي واحد كبير منك ولا يكون كيف ما بغا يكون ويحسسك بلي غلط واخا انت ما غلطش غتعلي الرايه البيضاء وتنوض تقول سمح لي. لا صاحبي، مادام انت عارف راسك ما غلطش ما تطلبش السماحه، ما تحنيش الراس، ما ترجعش راسك ضعيف. غلط غتعتذر، ما غلطش ما غتعتذرش. بهذه السهوله هذه ما تضاعفش راسك براسك. ثالث حاجة زيد من المعرفة ديالك. كيف ما قلت في واحد الفيديو، العقل ديالك هو الفارق الأكبر بينك وبين الناس حاليا. كل ما كنتي شخص كيقرا بزاف وكيبحث بزاف وكيتعلم بزاف، كل ما كنتي إنسان كيزيد يقوي شخصيته نهار على نهار. حيت ما يمكنش تكون عندك شخصية قوية وانت راسك خاوي، راه هكا لا وجود للمنطق. كل ما كان راسك عامر كل ما انت كتزيد تثق في راسك كثر. هادشي علاش حاول تثقف راسك قد ما قدرتي، وقرا الكتوبة، حيت إذا قريتي كتاب كتكون هنا كتزيد من القوة الشخصية ديالك وكتعلم بزاف د الحاجات. رابع حاجة تعلم تاخد القرارات ديالك لراسك. ما تسناش شي واحد يدير شي حاجة باش حتى انت ديرها. ما تشكش في الاختيارات ديالك وحاول تنفرد في الطريق ديالك. ما تختارش شي طريق انت ما باغيهاش غير حيت كلشي غادي فيها. حاول تثق في راسك وتتحمل المسؤولية ديالك. اختار الطريق اللي انت عجبك واللي كتظن راسك غترتاح فيها، واخا تكون بوحدك اللي غتختارها. ماشي ضروري تدير كيف ما كيديروا الناس، اختار اللي انت باغيه واخا تكون الصعوبات كاينه، حيت اش في جهدو ما يوقع ما عنده ما يوقع. هادشي علاش ركز مزيان في الاختيارات ديالك وتوكل على الله. اما المشاورات بزاف غتخليك متلوف، حيت الطريق اللي كتبان لك انت مزيانه اخر كتبان ليه العكس. كل واحد والحاجه اللي كتناسبه. خامس حاجة واجه الواقع. باش تولي عندك شخصية قوية وتكبر وتطور وتولي خاطر، خالط الناس بزاف. ملي كنقول لك خالط الناس ما كنقصدش اي واحد كيف ما بغا يكون، لا كنقصد الناس اللي عندها اهداف واللي عندها طموح واللي ناجحة في الحياة. مثلا غير واحد داير دارو ومزوج وعنده ولادو وخدام خدمة زوينة وكيعرف بينو وبين الله، فهاد الشخص راه ناجح. اذا جلستي معاه غتستافد في بزاف ديال الحاجات. وكل ما تخلطتي مع ناس بحال هكذا كتر، كل ما غتشوف اختلافات في التفكير وفي التصرفات واشياء كثيره بزاف، ومع الوقت غتنضج وتكبر وتقوى، وهكذا غتكون قويتي شخصيتك. سادس حاجة تهلا في راسك. لبس مزيان وكون نقي وما تكونش غير كتخربق وتلبس هادي مع هادي وحالتك حال. تهلا في راسك، وفين ما تحس براسك ضعيف دخل ضربة بتدويشة ولا حسن دوش وشوف الثقة في راسك كيفاش غتولي، راه غتضرب مع السما. راه الاهتمام بالمظهر ديالك كيخليك تايق في راسك بزاف، وهاد الثقة عندها دور كبير في تقوية شخصيتك. المهم هاد الخطوات واخا يبانوا لك بساط الا ان التأثير ديالهم عليك كبير بزاف. حاول ترجع هاد الخطوات اللي قلت لك جزء من حياتك وغتشوف
راسك كيفاش غتولي مع الوقت. راه الفرجه في الفيديو بوحدها ما كافياش، خصك تطبق في الواقع حيت الافعال هي اللي كتصنع الفرق. ثق في راسك واحترم راسك، وشويه بشويه ونهار على نهار غتكون شخصيتك كتولي احسن من اللي كانت عليه. هنا غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. اذا عجبك المحتوى ما تنساش التفاعل والاعجاب في القناه. كان معكم تورفين، بسلامه.